بسم الله الرحمن الرحيم. كل سنة وحضراتكم طيبين. يعني طبعا بمناسبة الأيام المباركة اللي احنا بنعيشها دلوقتي وقرب قدوم شهر رمضان الكريم، وإن شاء الله شهر مبارك علينا جميعا وعلى بلدنا إن شاء الله، ويا رب يعم الخير والسلام علينا جميعا بإذن الله. النهاردة الحمد لله يوم جديد وشراكة جديدة مع الراعي الخامس للنادي الأهلي، والحقيقة طبعا برضه هو أمر بيساعدنا جدا، لأن من خلاله بنحاول نحقق مصلحة النادي الأهلي. في البداية بس خليني أرحب بالسيد المهندس خالد قاسم مدير شركات شيل مصر، وكمان أرحب بالسيدة الأستاذة أمال الشيخ المدير التنفيذي والعضو المنتدب لشركة شيل للزيوت مصر، وجميع قيادات الشركة، جميع السادة الحضور والإخوة الإعلاميين. الحقيقة كلكم مشرفينا. يعني في البداية لازم أتوجه بالشكر لله سبحانه وتعالى، لأنه بالرغم من صعوبات كتيرة جدا بتمر بالنادي وبتقابلنا، وتحديات كتير جدا جدا بنواجهها، احنا بنسعى دايما بنعظم مواردنا ونحاول نوفر احتياجات النادي الأهلي. عندنا زي ما قلت قبل كده، النادي الأهلي يمكن النادي الوحيد في الشرق الأوسط إذا ما كانش في العالم يعني اللي يملك 4 مقرات لحد دلوقتي. المقر الرئيسي الجزيرة، وبعدين مدينة نصر، مدينة الشيخ زايد، والحمد لله التجمع دلوقتي، غير فرع آخر اسم النادي الأهلي عليه، والنادي الأهلي مدي النو هاو لإدارة هذا العمل في الأقصر. ما أعتقدش أن هناك نادي في العالم عنده هذه المقرات، وما أعتقدش برضو أن هناك نادي في العالم عنده أكتر من 19 لعبة. 19 لعبة، الأطفال الصغيرين لغاية الفريق الأول، رجال وسيدات، على أساس أن احنا دي رسالة، ورسالة محملين احنا مسؤولية كبيرة جدا تجاه بلدنا، ان احنا ازاي ندعم منتخبات مصر او مصر في كل الالعاب. وده دور كبير جدا للنادي الاهلي، والحمد لله اعتقد في معظم الالعاب اللي موجودة النادي الاهلي بيمثل اكتر من 50% من اللاعبين، اذا ما كانش اكتر من ده، في كل الالعاب. دي مسؤولية كبيرة جدا، لكن النادي الاهلي حريص ان هو يقوم بدوره وبدوره الوطني تجاه بلده وتجاه النشء الصغير وتجاه الشباب، ازاي نوصل رسالتنا وازاي نوصل ده لكل شرائح المجتمع بدور وادوار المفروض الاندية الرياضية كلها. يعني برضو عايز اقول ان احنا كمان الحمد لله من خلال الرعايات ومن خلال الشراكات الموجودة دلوقتي حاسين ان احنا بنحاول بقدر الامكان، يعني بنحاول نحقق نجاحات، والحمد لله في نجاحات اتحققت، لكن كمان ما بننساش ابدا ثوابت وقيم ومبادئ النادي الاهلي اللي المفروض احنا اتربينا عليها من اساتذتنا اللي سبقونا، وان شاء الله ننقلها للي جاي باذن الله. التعاقد مع شركة شيل، شركة كبيرة جدا في مجال الطاقة والبترول، ليها دور كبير جدا في مصر والعالم اجمع، والنادي الاهلي زي عادته دايما بيعمل شراكة مع كيانات اقتصادية كبيرة وعملاقة، شركة تعكس قيمة الاهلي وشعبية الاهلي العالمية، وايضا تعكس قيمة الشركات والكيانات الكبيرة، طبعا منهم شركة شيل. لكن هناك شريك دائم، شريك في كل خطوة منذ انشاء النادي الاهلي 1907 لغاية النهاردة، في شريك دائم. شريك الدائم ده هو جمهور النادي الاهلي، جمهور واعي، جمهور عنده وفاء وعشق كبير جدا جدا لناديه. احنا دايما بنراهن على جماهيرنا وهنفضل نراهن عليهم، لانهم فعلا دايما في ظهر النادي الاهلي،
مش بس في المواقف الحلوة والبطولات، حتى في المواقف الصعبة أول ما اللي بيساند وبيدعم هو جمهور النادي الأهلي. وكمان الحقيقة دافع ومحرك أساسي لمنظومة النادي الأهلي، ودوره كبير جدا في تحقيق كل البطولات، ودوره أكبر في دعم شركاء النادي. فأنا بعتبره ده شريك أساسي بالنسبة لنا في كل خطوة بيخطوها النادي الأهلي. كمان عايز أشكر كل المؤسسات الوطنية في الدولة اللي بتساند كل الكيانات الناجحة، سواء كانت رياضية أو غير رياضية أو في أي مجال تحت قيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. عايز مرة تانية أشكر الأستاذة أمال الشيخ وكل المسؤولين في شركة شل لحرصهم على التعاقد مع النادي الأهلي، وإن شاء الله تكون شراكة ناجحة بإذن الله وتحقق مصلحة جميع الأطراف إن شاء الله. كل اللي أنا عايز أقوله بقى، عايزين نعهدكم على الاستمرار العمل بنفس الجهد والإخلاص اللي كل السادة الزملاء مجلس إدارة وإدارة تنفيذية وجميع العاملين وجميع اللاعبين كلهم ليهم هدف واحد، وهو كيفية يعني ان احنا نحافظ على النادي الاهلي يكون دايما في المقدمه. بنعاهد الناس كلها ان احنا نستمر في مواجهه اي ظروف صعبه وتحديات راهنه ومسؤوليات كبيره جدا في ظل ظروف زي ما قلت، ظروف من الصعوبه اللي احنا بنمر بيها، اللي بيمر بيها العالم كله مش بس احنا بس. لكن الظروف دي بتتطلب مننا دايما ان احنا يعني يكون هناك افكار جديده، يكون هناك افكار مبتكره ازاي ان احنا نحقق مصلحة النادي الاهلي والمصروفات العالية جدا جدا الموجودة لكل شبابنا اللي موجودين في كل الالعاب الرياضية ومنشآت النادي اللي موجودة ومصروفات النادي اليومية. الناس ده موضوع ضخم جدا، احنا محتاجين اكتر من رعاية عشان ان شاء الله نعمل التوازن اللي موجود ما بين المصروفات والايرادات. وكمان عشان يستمر النادي الاهلي باذن الله في اداء رسالته، وان شاء الله دايما يبقى النادي الاهلي رقم واحد. بشكر جميع الساده الحضور، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.